يا ألف مرحب بالرجالة. لا مرحب ولا سلامات ولا خد وهات. احنا مش جايين نتضايف يا ياسين. واطلع انت بره الدور ده. الله 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 الله، انت جاي وناوي على الشر بقى يا ابو دنيا. ما انت اللي بدات الشر من الاول يا ياسين. عيب يا ابو دنيا لما تقول كلمه زي دي. مش انا اللي اعمل شر في ولاد منطقتي. امال اللي حصل ده تسميه ايه يا رايق؟ سميه وعد غدر، وكل وقعه وليها قومه. روح الناس اللي جايه معاك يا ابو دنيا علشان نقعد نتفاهم. عيب عيب لما تخش الشارع بناس وسلاح. الشارع ده فيه رجاله ولا انت نسيت الاصول؟ وهي الاصول برضه انه يشتغل مرشد ويسلم العيله الحكومه. انا مش مرشد يا ابو دنيا، الظابط هو اللي غدر بيا. الراقد غدر بيه يا ابو دنيا، واذا كان على العيال انا هروح بكره لظابط المباحث واتفاهم معاه. ودي كلمتي وانت عارفني كويس. اسمع يا رايق، اسمع انت يا ابو دنيا، لو فرحان بشويه الرجاله اللي معاك دي، في المنطقه مليانه رجاله حلوه، ولو على السلاح مفيش اكتر منه، ولو ما كفاش معاك كمان نديك. ها عايز كام بقى راجل يقع الليله دي؟ خلاص يا رايق، ما تشوف يا عم ياسين، نقول طور يقول احلبوه. اسمع كلامي يا ابو دنيا وبكره يبقى لنا كلام تاني. بقول لك ايه يا عم ياسين، احنا من الاخر مش هنمشي النهارده لما ناخد حقنا ووقتي كمان. اظبط يد عليا الحرام. اسكت يا رايق، ما تشوف يا عم ياسين. قلت لك اسكت يا رايق. ماشي يا عم ياسين. يا جم كبرت وشنبك خط وبقيت تتكلم وتعوج لي بقك كمان. ايه يا واد، ده انت لسه قلت امبارح كنت بتعملها على روحك. ما تغلطش يا عم ياسين، انا محترمك عشان انت راجل كبير قد ابويا، وعشان الراجل اللي انا جاي معاه ده. لا يا شيخ، انت كده محترمه. اسمع يا شاطر، الرجاله اللي اسمهم رجاله عندهم حاجه اسمها الاصول، والاصول بتقول لما الكبار يتكلموا الصغيرين يسكتوا ويحطوا جزمه بقهم ويسمعوا ايه اللي بيتقال. ولا ايه يا شيخ؟ بتركبنا الغلط يا ياسين. ماشي بس ياض، مش عايز ولا نفس. جرى يا ابو دنيا، انت جاي مطيباتي ولا ايه؟ قلت مش عايز ولا كلمه. اسمع كلامي يا ابو دنيا، عيالكوا بكره هيبقوا في حضنكم. ماشي؟ ولو حكمت يابا حط نفسي مكانهم، غير كده مالكش حاجه عندنا. ماشي يا رايق، نستنى لبكره يا ياسين. يلا ياض. لا، تشربوا الشاي الاول. بعدين نشرب الشاي بكره. سلام يا رجاله. سلام. تعالي يا اختي، اهي الخناقه هديت اهي. تعالي اما نقعد. الحمد لله. اعملي لنا كنكه قهوه يا زوزه. الحمد لله ان الخناقه هديت. ربنا يبارك لك يا ياسين يا رب. فاكره يا بنت يا سماح الراجل اللي كان ساكن تحتينا اللي اسمه نظيم، الراجل الهزق ده؟ اه ياما. فاكره يوم ما طلع لنا اللي يتخانق علشان الماسوره اتكسرت، قال ولا بتنشع ولا ايه؟ نشعت عليه ركبه البعيد. الله العظيم. وطلع يتخانق بمين؟ بنسوان، اخواته وبناته ومراته. ايه الراجل اللي جاي يتحمى في نسوانه ده؟ غريب. ايه اللي بتحكيه ده يا زوزه؟ بس انا جيت للحق، اتجعست. والله العظيم اتجعست. اول ما شفتهم داخلين علينا كده شعري وقف وجعست. بس ابوكي راجل من ظهر راجل، وقف لهم وقال له انت طالع لي بنسوانك يا اخويا، طب تعالى لي يا حبيبي. وراح قالع له هدومه حته حته، وقف لهم يا بت باللباس. اي والله العظيم باللباس. وفرحانه ياما باللباس والله. والجدع فيهم بقى يقرب، الجدع فيهم يقرب، بقوا يجروا على السلم ويتكفوا على وشهم. راجل ابوكي ده، راجل من ظهر راجل. صباح الخيرات يا علو باشا. صباح الفل ابو حجاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. الحمد لله. اتفضل اقعد. ربنا يخليك. ايه يا عم فينك مش باين؟ الشغل يا باشا بياخد ساعات الواحد بالدنيا كده. فين الشغل ده؟ هو بقى في حد بيجي البلد؟ ما انت شايف الدنيا عامله ازاي. الحمد لله يا باشا على كل شيء، ان شاء الله هتتعدل. اتفضل سعادتك. ايه دي؟ دي ساعة من مجموعة ساعات هدايا كانوا جم للشيمي بيه، بس حاجات من النظيفة اللي تعجبك يا باشا، فوصلني ان انا اوصل لك واحدة يدا بيد. ماشي يا ابو حجاج، قول للشيمي بيه ان انا قبلت الهديه، وهتصل كمان اشكره بنفسي. كلك ذوق يا باشا، كلك ذوق. بس قول لي بقى انت جاي في ايه؟ ابدا يا باشا، في جست عندكم هنا اسمه داني تومسون، ليه معاه مصلحة صغيرة كده، بس ما اعرفش هو قاعد في اوضه كام ولا ناوي يغادر امتى. بس كده؟ انت جيت في جمل؟ تسلم يا باشا، ما تحرمش منك. يا حسن بيه الرايق لما ادى لسعادتك كلمه طلع راجل معاك وما خلفهاش، ما يبقاش ده جزاته. العيال اللي عند سعادتك دي لازم تطلع ولا يحصل مصيبه في المنطقه وشباب كتير هتقع. وانت شاغل بالك ليه يا راجل يا طيب؟ ما في ده، دول شويه عيال شمامين وبلطجيه، ويا ريتهم بقى يخلصوا على بعض عشان البلد تنضف. يعني سعادتك شايف ان هي دي الطريقه اللي هننضف فيها البلد؟ هي دي الطريقه.
بقول لك ايه يا عم ياسين، لو خايف على الرايق قوي كده لمه وقول له شغل البلطجه اللي كان عايش فيه زمان ده ما ياكلش معايا. شوف يا هيثم، انا عارف لازمتك من الاول. انت عايز توقع الرايق واللي معاه بس مش عارف، تقوم تحبس شويه العيال دول واهاليهم يسخنوا ويفتكروا ان الرايق هو اللي ارشد عنهم، وتحصل بقى مجزره في المنطقه وشباب تموت وشباب تتعور وانت تنام مرادك. انا فاهم الموال وقاريه من اول الحكايه، بس ما رضيتش اتكلم وقلت يمكن ربنا يخلف ظني. بس بقولها لك نصيحه يا باشا، بلاش معانا. انت هتنسى نفسك ولا ايه يا راجل انت؟ لا يا باشا، ما نسيتش ولا حاجه، بس يظهر ان سعادتك اللي نسيت انت في انهي منطقه بالظبط. لا يا حبيبي، انا عارف انا فين كويس قوي، زي ما انا عارف تاريخ كل واحد فيكم من اول ما فتح عينيه على وش الدنيا. ايه؟ تحب اسمع لك تاريخك الاسود بتاع البلطجه زمان؟ ولا مشيها ميري بقى واقلب لك في ملفاتك القديمه؟ بقول لك ايه يا ياسين، انا لو عايز احبسك في اي وقت هحبسك، بس انا سايبك بمزاجي. اقول عليك راجل كبرت وما بقتش حمل بهدله السجون واللي بيجرى فيها، لكن ورحمه امي لو حطيتك في دماغي هأذيك. ماشي يا باشا، وانت عرفتني كويس بقى وعارف تاريخي، يبقى ان شاء الله هتاخد بنصيحتي. بلاش تعادي الناس هنا. السلام عليكم. But you didn't stay for long in Egypt, Mr. Danny. I stay longer in Egypt than my own country. Really? You love it that much? Yeah, this is true. I sometimes feel like this is my motherland. Is this a new way to the airport? Yes, actually, it is a new way. But only me know it. Maybe the other driver you had before is not clever as me. Why are we stopping? Hey, what's happening? ايه ده؟ بتعمل ايه يا يوسف؟ انت مجنون ولا ايه؟ احنا في الشارع يا اخي. بتعمل ايه؟ يا نهار اسود يا ديمو. يوسف خلص يا يوسف، احنا في الشارع بقول لك. انت بتعمل ايه؟ انت عارف التمثال ده ثمنه كام؟ استنى يا عم. ثمنه ولا ثمنه؟ احنا في الشارع بقول لك. في ايه؟ ده فوق ال 2 مليون يورو. ديمو، فرصه زي دي ما بتجيش كل يوم. ده بتاع الجنرال، الراجل ده مش هيسيبنا في حالنا، رحنا في ايديه. افهم بقى، يلا بينا. طب اصوره. صوروا بعدين. يلا يا يوسف، احنا في الشارع. يلا يا اخي. يا نهار زي بعضه. وهتعمل ايه دلوقتي؟ معرفش بقى يا سماح، بس اللي عايزه ربنا هيكون. لا، انا مش مستغنيه عنك. اوعى تكون دماغك موديك تعدي الحكومه يا رايق. يا بنت انا خدت على فيها والقفا سمع وعماني. معلش يا اخويا، ولا كان اللي يعمل معاك كده. انما تعدي الحكومه دلوقتي ما بترحمش. عايزين يرجعوا هيبتهم يا اخويا، ما هيصدقوا ياخدوك في وشهم. يعني اعمل ايه يا سماح؟ اعمل ايه؟ العيال تتحبس واطلع في الاخر انا سلمتهم. واديك شايفه اليوم اللي امبارح جم عملوا معايا ايه؟ هم اللي غلطانين. حد قال لهم يسرقوا سلاح ميري ويخلوه عندهم؟ ما كده كده كانوا هيتمسكوا. يكش تكون فاكر الحكومه كانت هتسكت على السلاح اللي عندهم. اسكت يا سماح والنبي، انت مش فاهمه حاجه. يا بنت انا اللي قلت لهم يروحوا يودوا الحاجه يلاقي نفسهم في حديد كده. انا شغال مرشد مع الحكومه وش. يكش تطلع انت الحكومه ذات نفسها. رايق، اسمعني يا اخويا، والنبي ما تحرق قلبي عليك. فكر قبل ما تعمل اي حاجه يا رايق. طب هقول لك على حاجه، روح للجدع اللي اسمه هيثم ده، مش يمكن يا اخويا يطلع جدع تاني يا سماح؟ اروح له تاني عشان يعلم عليا. وعم ياسين هناك اهو، وانا عارف انه هيروح ويرجع مش هعمل له اي احترام. بس ادينا هنشوف. رايح فين يا رايق؟ رايح فين؟ طب قول لي. يا رب استر.